السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. ده كده ريفيو سريع عن أقوى وأكبر قلاية موجودة في السوق، وأفضل من ناحية الوظائف، ورهيبة ما شاء الله عليها في الإكسسوارات، وكمان قوية ومميزة. القلاية اسمها رابتر من شركة اديسون. القلاية دي 2 في 1 يا جماعة. القلاية دي بسعة 36 لتر، نقدر نشغلها نصين، هي عبارة عن نصين، النص 18 لتر والنص التاني 18 لتر، وده ليه وظايف وده ليه وظايف. يعني اقدر اشغلها بنص طاقتها لو انا عندي اكل بسيط، لكن لو عندي اكتر من صنف اقدر من خلال، وبصوا دي ليها باب لحاله، ودي بقى يعني من الاخر كانها قلايه منفصله تماما. وهنا بيتحط فاصل ما بين الوظيفتين، حتى من جوه بصوا ده سخان وده سخان لحاله خالص، كانها قلايتين في قلايه واحده، او هي مش كانها، هي فعلا قلايتين في قلايه واحده. القلايه دي اسمها رابتر، حجمها كبير ما شاء الله. اللي بيحب القلايات الحجم الكبير 36 لتر، نقدر نقسمها من جوه تشتغل 18 لتر. طبعا كل الوظائف اللي انتوا شايفينها، خضروات، تجفيف فواكه، فشار، كيك، بسكوت، شرايح خبز، بطاطس، بيتزا، كل شيء زي ما انتوا شايفين. وطبعا اقدر اشغلها، بصوا ليها رف عريض لو اشغلها قلايه واحده او قطعه واحده بمعنى صح اهو. بصوا ده رف عريض بالكامل، تشتغل كانها فرن، واقدر اشغل السخانين مع بعض. دي اول وظيفه. تاني وظيفه بيجي معاها، خلينا نشوف الاكسسوارات الاول اللي على الكرتونه عشان يبقى الشرح سهل شويه. ادي القلايه فين اهي. بصوا الاكسسوارات، هي فين الاكسسوارات؟ حجم كبير ما شاء الله اهي. بصوا دي الاكسسوارات بتاعتها يا جماعه. اول حاجه خلينا في وظيفتها، انها قلايه كامله بفرن او بحجم 36 لتر. الصاج ده اللي هو بيجمع الزيوت لما استخدمها بكامل طاقتها، وبيجي معاها الرف اللي انا وريته لكم ده برضو حجمه كبير 36 لتر، وباسكت غويط للقلي الهوائي، وسيخ او سيخ شيش لشوي الفراخ، اسياخ لعمل الكفته والشيش طاووق. ده كده لو انا هشغلها قلايه واحده منفصله. طيب لو انا عايزه بقى اشغلها قلايتين كل واحده 18 لتر، واستخدمهم الاثنين مع بعض، فطبعا كل حاجه من اللي انتوا شايفينها فوق دي بتتقسم حاجتين. يعني لو انا هشغل كل جنب لحاله بيبقى فيه صاج منفصل لتجميع الزيوت اهو. هنا مثلا بيبقى واحد، كمان بيجي معاها 2. كذلك الرف اللي هو السلك ده برضو بينزل منه 2 عشان اشغل كل جنب على حده. القفص الغويط او القلي الهوائي الغويط برضو بينزل منه 2. هنا الشيخ شاوي الفراخ طبعا واحد بس، لكن ما بيشتغلش في القلايتين. هنا في القفص او الستيك، وده ما شاء الله رهيب وحجمه كبير لانه واحد بحجم القلايه بالكامل. كل الحاجات اللي بتدور او اللي بتلف بيبقى في 36. يعني هنا بصوا ده قفص دوار بتاع شوي الفراخ والسمك، لو انا عايز اعمل فراخ اللي هي الشيش، مش الشيش بيقولوا عليها ايه، اللي هي المبططه العريضه دي، او احط فيها سمك، او احط فيها كمان في القفص الدوار بتاع الفشار والجمبري. قلايه ما شاء الله حجم رهيب، قوه عاليه، واط عالي ما شاء الله 2800 واط، وطبعا كل جنب بيشتغل 1400 واط. ادي المكونات بتاعتها. ادي القفص الدوار اهو اللي هو ده، وده القفص اللي هو بتاع الستيك. ادي بصوا هنا ده كمان السخان السفلي بتاعها، هي طبعا 2 سخان علوي وسفلي. بصوا ده السفلي وده العلوي اللي فوق، نفس الكلام اهو. هنا طبعا السفلي مش باين عشان خاطر اللي هو الصاج، لا هو يا رب اهو السخان اهو. وده الصاج بتاع تجميع الزيت، وده الصاج اللي هو الاساسي، وده القفص الدوار اهو. مصايف كتير ومتعدده، صراحه قلايه مميزه جدا.
وطبعا البرامج دي اللي هي الثابته، السمبوسه وفك التجميد والمشويات ومش عارف ايه. اقدر كمان اتحكم انا في الوقت واشغل السخان السفلي لحاله والسخان العلوي لحاله. ايه تاني وظايف؟ اقدر انا بقى اتحكم في الوقت والحراره. طبعا هنا شاشه بس ما بتبانش لما بيشتغل. تعرض قلاية قوية صراحة ومميزة، رابتر من اديسون، عليها مواصفات كبيرة. ده اللي حابب بقى يجيب حاجة كبيرة ما شاء الله في الحجم. ده طبعا طولها تقريبا 30 سنتي. العرض بقى ما تقولش، العرض تقريبا ناخده كده ادي شبر 2 ادي كده 40، عرضه تقريبا 50 سنتي. قلاية رابتر 2800 واط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.